إذا كنت يا عزيزي المشاهد عايز تعرف وضعنا الاقتصادي شكله إيه ورايح فين وجاي منين واحتمالات يعني حلول أزماته قد إيه وفي مخارج ولا لأ، هتسمعنا كده وتركز معانا وتعمل لك كوباية شاي وتركز معانا أنا والأستاذ حسن هيكل خبير اقتصادي. مساء الخير يا أستاذ حسن. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. الله يحفظك. الله يحفظك. أستاذ حسن خبير اقتصادي لكنه يتميز بأنه أسلوبه بسيط جدا، ما بيقولش حاجات معقدة ولا أرقام معقدة، وفاهم كويس جدا الوضع الاقتصادي في مصر من جميع جوانبه، وكتب مقالتين او ثلاثه في المصري اليوم شارح فيهم الوضع الاقتصادي وحاطط الحلول، والحلول تبدو منطقيه جدا، ولما تقراها تستعجب الله، طب لما الحلول اهي وتحقيقها سهل جدا ليه ما بتتعملش؟ فيشرفني يكون معنا الاستاذ حسن هيكل. الاول بص لي بصه كده يا استاذ حسن على حاله الاقتصاد، يعني انا كمواطن بسيط مش فاهم، بيقعدوا يخوفونا مصر هتفلس، الاقتصاد مش عارف ايه، مش هنلاقي ناكل، الاحتياطي الاستراتيجي خلص، لا ده راح نصه، حاجات كده بتتوه المشاهد المواطن البسيط اللي هو هدفه الاساسي اكل عيشه ولقمه عيشه هو وعياله وفتح بيته. طيب خليني قبل ما اقول لحضرتك التشخيص هاخد مثال على جبته معايا الموبايل، هو طفيه عشان بس ما يعملش اي رنه، لكن مش مشكله. لو حضرتك عندك موبايل فيه بعض الرصيد وحضرتك شغال بيه، حضرتك هتقول طب ما هو شغال، هو في رصيد في رصيد، انت بتوجع دماغي ليه؟ صح، ما هو شغال وبعرف اتكلم بكلم ده وبيجي لي تليفونات، لكن عند لحظه معينه هذا الرصيد هينفذ، حقيقي قبلها بثانيتين كان شغال، فبالتالي نفاذ الرصيد هنا هو ليس افلاس عشان اكون واضح، لكن نفاذ الرصيد هو ان كل مؤشرات الاقتصاد المصري توصل لعلامه الاحمر. خطر والخطر. طيب ايه هي المؤشرات اللي عند حضرتك النهارده اللي بتقول لك انه في حاجه لازم نبقى واخدين بالنا منها؟ اول حاجه ان معدل البطاله عند حضرتك طالع من قبل، انت كان عندك موروث معدل من قبل الثوره بالظبط كده حوالي 9، بتكلم على الارقام الرسميه 9 10، ابتدينا نشوف ارقام رسميه وصلت 12 13، ما فيش ارقام رسميه بقى لنا فتره، وانا في تخيلي النهارده انك حضرتك وصلت على الاقل 15%، ده تقديري. الحاجه الثانيه اللي حاصله في ده انه عندك قطاع المقاولات اللي كان لسه شغال، لانه ما حضرتك بيبقى عندك مقاوله تبتدي في المشروع صح؟ وبتقعد المقاوله معاك 6 اشهر سنه ونص اشتغل فيها ففي مقاولات كانت طرحت وما زالت شغاله، لكن مفيش جديد. فبالتالي خلال الخمس 6 اشهر الجايين هيلفظ من قطاع المقاولات ارقام كبيره جدا في للبطاله. اهميه ده ايه حضرتك؟ اهميه ده خصوصا بتكلم على قطاع المقاولات، انه كتير قوي من هذه العماله مؤقته، وكتير قوي من هذه العماله الصناعيه او الناس اللي بتشتغل بتاخد حاجات تطلع بيها وتنزل بيها وخلافه، بتاخد اجرها يوم بيوم، وهذا الاجر اليومي هي اللي بتروح تصرف بيه اخر اليوم على عيلتها، على اكلها، على شربها. وبالتالي حضرتك ده مش حد عنده مدخرات تقدر تقول له والله استحمل معايا 6 اشهر او سنه او سنتين، ما يستحملش حاجه خالص، صح، ده يومي. كويس قوي. فحضرتك عندك معدل بطاله بيرتفع بشكل كبير جدا، وده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى حضرتك، مش انا قلت قد تكون تسميها ثوره جياع، قد تسميها حاجه ثانيه، لكن شرط ثوره الجياع بشكل يخوف الحقيقه جدا. لا اقول لحضرتك انا يعني يمكن انا بقرا يعني تعبير ثوره الجياع دي حاجه تخوف جدا. لا هقول لك انا اشوفها في ايه؟ اشوفها في ان معدل الجريمه يرتفع، ان معدل النهب يرتفع، ان معدل السرقات ترتفع، قطع الطرق ترتفع. تخيل حضرتك القاهره بالذات محاطه بمجموعه كبيره جدا من العشوائيات، وهي دي المناطق اللي ممكن يبقى فيها الفقر اكتر بالتاكيد، وبالتالي دول لو خرجوا يعني ممكن يبلعوا القاهره، ما اظنش هيخرجوا لو كان موقفهم رائع، صح، واظنش انه هتخرج، يعني ما حدش هيروح بمظاهره يقول هذه ثوره جياع، صح، لا، لكن قول لي خارجين عايزين ياكلوا، صح، لكن قول لي حضرتك النهارده لو في حد كان بيشتغل وبياخد اجر شهري 500 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 5000 بصرف النظر عن الرقم، ثم حضرتك بجرة قلم اصبح في سوق البطاله وما عندوش مدخرات وعنده اولاد عاوزين علاج، طب يعمل ايه؟ هيروح يسرق. انا هنا لا ادافع عن السرقه عشان ابقى واضح، لكن بقول ان هناك حل الامني فقط فيما يتعلق بذلك، فرأيي ليس فقط نعم الحل الامني، نعم القانون، لكن يجب ان يكون هناك حل اقتصادي واجتماعي عشان يؤدي الى انك تنزل مشكله وتنزلها لتحت ما تطلعش لفوق.